ربما تسرع في تصريحه وربما قد يتراجع بالك ما قاش مليح يعني الكلام هذا وين يقدر يؤديه خاصة على المستوى الجمهور الجزائري الذي عبر عن غضبه كثيرا. يعني قال نفس الشيء واش قلت تقريبا، قال لك من حقه يختار المنتخب الفرنسي دون التجاوز الخطوط الحمراء. وهل أنت مع ما قاله محمد قاسي سعيد وأمين أكساس بمنع وضع قائمة سوداء لبعض الأسماء لعدم المجيء للمنتخب الوطني؟ شوف لورسكو نتكلموا امين سيتا ليكزومبل وسيتيناه كاع يتيك برازيل الارجنتين، ماناش برازيل الارجنتين. انا نقول لك البرازيل خدت 7 في بلدها في كاس العالم. حب يقول راح يولي هذا الفريق الوطني ضعيف يهملا، نحسبوه سي ماشي نجيفل تقعد في ليستوار دي فوتبول حتى تقوم الساعه. كيفاش رايحين نحسبوا هذا الفريق ضعيف او قوي؟ نحسبوه على الباسي تاعو قوي، نحسبوه على هذيك كوب دي موند يولي ضعيف، ولا اليوم مازال ما داو حتى حاجه. دونك صنارين افوار قوي وضعيف. انا جو رجوان حبابي، انا ماشي غير عليه هو، اي لعاب اللي ديكلار يقول نلعب شوازي ليكيب دو فرانس، قولوا الله يسهل عليك وان شاء الله تنجح وتدي 2 كوب دي موند كاع. بصح لازم هنا يديروا شويه قيمه ويرفعوا شويه القيمه تاع الشعب الجزائري وتاع كره القدم في الجزائر. قال خويا شوازي ليكيب دو فرانس، احنا عندنا ما كلح خلاص تيرميني. لان علاه كي راح يجي واش راح يدير لك؟ هل راح يجيب لك كاس افريقيا هذا عدلي ولا جا؟ هل عوار لا ميم شوز وكي جا ولا فاهم في الفريق الوطني ولا ما عندوش بلاصتو؟ كان من بلاصتو صح. الور مالا احنا كان هنا كيما يقولوا في الشرق يقولوا بالخساره ونصدم ونفونسي. لا يا اخي، لو كان يكونوا يديروا قيمه لهذا كره القدم وهذا الرجال، اي واحد اللي يقول لي ديكلاري يقول انا نختار ليكيب دو فرنسا ولا انا نختار المستوى العالي، الله يسهل عليك خويا ما نقولوا له والو احنا. ولكن ما تولي ما نعرف من بعد عام بعد تقول انا القلب والكبده والريه هذيك ما نامنوش بها احنا، يامنوا بها اللي راهم يعاونوكم في لي ريزو هذوك يامنوا بها. هنا لازم يديروا قانون ما كاش ما يزيدش ما يزقيولوش اي واحد اي واحد. دوك يلعب في لي كاتيجوري جون في ليكيب دو فرنسا ومن بعد يجي واش عليه؟ صح ما يديكلاراش. احنا كي ديكلاري يولي اخي نوليو احنا. وانت قلت عاودوا تراجعوا داروا عليه هادو ديجا بدينا بفيلم، بدينا بالمشاكل. انا بدينا بمسلسل هاو قالوا ما قالش او عاود تراجع، ما تتراجع ما والو خويا. انت يا جيب بلاصتك قبل في ميلون وركز روحك في ميلون ودير كيما دار بن ناصر، تولي انت هو المحرك تاع الفريق وتولي فور باش من بعد ديشون ما كان له تقول له باسكو هذه سي مانيير دو دير يا ديشون لا راني حاب نلعب في ليكيب دو فرنسا. سي لو تيران اللي يسقي اللي يقول ديشون يسقي لك ماشي بالهضره. انا سوي داكور مع الجماعه لو كان لا فيديراسيون يحبوا يرفعوا لنا قيمتنا ونيفنا في هذا الباب، لان احنا عندنا قيمتنا لا بروف اون بارل اي اون ديسكومبونس. يديروا هذا الشيء هذا اللي ديكلاري يقول نلعب في ليكيب دو فرنسا ولا يقول انا نلعب في الفريق الفرنسي القوي، راه يسهل خويا بصح الجزائر هنا خلاص، لان ما راح يجيب لك لا كوب دافريك لا كوب دي موند اي واحد فيهم اللي يقول هذا الكلام. واضح. خلينا وفينيسيوس الذي عاد الى نعم مشاكله بعدما دفع. تخيل انت اللاعب عاد استمر من المباراه الثالثه تواليا، زوج في الدوري واحده في دوري ابطال اوروبا. بصح لازم نلقاو له شويه اعذار. لازم الناس هذا لاعب وبشر مسكين، بشر ما يقدرش يتحمل تتسبوا دائما تشتموا دائما متعود دائما. فينيسيوس والله العظيم اليوم يتحدثوا الاطباء في اسبانيا ان كان يملك مشكل نفسي في عدم التحكم في نفسه. نعم، لانه في كل مباراه لديه مشكل نفسي، يعني عنده مشكل نفسي، عنده هشاشه نفسيه كبيره فينيسيوس. ولو انه مينغويسا بالامس كاينه اللقطه مينغويسا، شفت اللقطه ولا ما شفتهاش؟ انا نشوف انا فينيسيوس يتهجم على فينيسيوس راه هو اللاعب الاول
بعدين خطأ هذيك راح. اللقطة، خطأ فيه خطأ. خطأ كما ماشي خطأ، شدوا مسافة، شدوا من القميص لمسافة بالك واحد 5 أمتار. ومن بعد ردة الفعل قلت لك، ردة الفعل لم تكن في محلها من فينيسيوس، كان مخطئا. وانا كنت جيت من الحكم والله العظيم نعطي له بطاقة حمراء، باسكو انت في مباراة لايبسيج درت نفس الامر، ديت بطاقة صفراء، هذه المرة نعطيك بطاقة حمراء باش تسقم، باش تروح ترياح، تحط رجليك في مويه باردة وتستعقل. بالامس عطالو بطاقه صفراء، ولو انه في اخر المطاف اعتذر مينغويسا، اعتذر من فينيسيوس، وفينيسيوس اعتذر من مينغويسا، وانتهت الامور بسلام. ولكن مثل هذه التصرفات قد تجعل من فينيسيوس هو الضحيه الاولى لقدوم مبابي. واقول هذا الكلام واكرره دائما. نعم. هذه التصرفات تخدم رودريغو. لو يواصل فينيسيوس بمثل هذه التصرفات، تخيل انه منصب مبابي المفضل هو المنصب الذي يلعب فيه فينيسيوس على الجناح الأيسر. لو تتواصل مشاكل هذا اللاعب دائما مع المنافسين، حين يحضر البديل الأمثل وهو مبابي، سيكون من الممكن جدا أن يحال إلى مقاعد البدلاء. ريال مدريد 22 مباراة في الدوري الإسباني دون خسارة، وهي أطول سلسلة منذ سلسلة مورينيو في عام 2011-2012 لما حقق 23 مباراة دون خسارة. نسخة رائعة يقدمها لنا أنشيلوتي. ريال مدريد طبعا المرشح الأول للفوز بالدوري الإسباني، ومن أبرز المرشحين أيضا للفوز بدوري أبطال أوروبا. صح محمد، كما تكلم امين مقبل، أنشيلوتي محمد المدرب أنشيلوتي يقوم بعمل كبير في هذا النادي، يعني يحكم زمام الامور بشكل جيد، خاصه وين هناك تشكيله ثريه، هناك مزيج بين اللاعبين الشبان وبين لاعبين اللي عندهم خبره على غرار كروس مودريتش. ونشوفوا عوده كامافينغا في وسط الميدان، اعطت يعني دافعا كبيرا لريال مدريد في هذه المباراه. قدم مباراه كبيره. كامافينغا محمد لاعب متعدد مناصب، يلعب لك ظهير ايسر، يلعب لك وسط ميدان دفاعي، وسط ميدان على الجهه اليسرى. هذا شيء جد مهم بالنسبه في خاصه لبعض الفرق والنوادي الكبيره، لازم يكونوا لاعبين يكونوا متعددي المناصب، خاصه فالفيردي وين مودريتش لعب كرقم 6، فالفيردي لعب وسط ميدان على اليمين، كامافينغا على اليسار، وخاصة لويس أيضا دياز، لاعب دياز راهو يمر بفترة جيدة، إبراهيم دياز. على كل حال ريال مدريد يعاتب الاتحاد الإسباني اليوم يميد على تقصيره في إدارة ملف إبراهيم دياز. ما القصة؟ يختار رسميا المنتخب المغربي، واعتقد بأنه سيجلب إضافة كبيرة جدا للمنتخب المغربي. إبراهيم دياز لأنه لاعب ممتاز جدا. كانت فيه بعض الاتهامات على الاهتمام أكثر بلاعبين الواعدين في صفوف نادي برشلونة اكثر من ريال مدريد بسبب قضيه ابراهيم دياز. ابراهيم دياز الذي انتظر لويس دي لافوينتي لم ياخذه الى الالعاب الاولمبيه الماضيه، لم ياخذه بعدها الى اي مكان اخر في المنتخب الاسباني، انتظره الى غايه شهر مارس هذا من اجل ان يستدعيه، لكنه لم يحصل على ضمانات ليقرر بذلك رسميا تمثيل حسب صحيفه ماركا تمثيل المنتخب المغربي انطلاقا من تربص شهر مارس هذا. سيلتحق ابراهيم دياز بصف اضافه كبيره كبيره جدا، لاعب ممتاز جدا، لاعب رائع، سريع جدا، قوي جدا بدنيا، مراوغ من الطراز العالمي. تطور في ريال مدريد هذا الموسم في الكثير من المباريات كان وراء الحلول، سواء بالتمريرات الحاسمه او باهدافه المارادونيه، يسجل اهداف مارادونيه امام لايبسيتش. هدفه هو الذي أهل ريال مدريد في مباراة الذهاب رغم الأداء السيء للريال. أمام فياريال أيضا هدف من وسط الميدان بعد انطلاقة راوغ 3 لاعبين ثم وضع الكرة في الشباك. لاعب رائع. لا هو سريع. إيسكو سريع ومراوغ. لا في طريقة التعامل تاع المدرب، يعني دائما ما يكون جوكر، دائما ما يكون يعني احتياطي. هو استغل هذا الموسم، استغل غيابات بيلينغهام الذي عوقب بالغياب عن مباراتين، مباراة سيلتا فيغو بالأمس ومباراة أوساسونا المقبلة. قدم مباراة جيدة بالأمس، لاعب صراحة سيقدم الكثير من الإضافة للمنتخب المغربي في المباريات المقبلة. نعم. لاعب محمد لاعب مهاري، لاعب يلعب كرة قدم جيدة وتطور. محمد هو لما تشوفه لما كان في ميلان آسي طريقة اللعب تاعو ما كانش مثل هذه، ما كانش يعني سارع بمثل هذا المردود اللي راهو فيه في فريق ريال مدريد، خاصة من المورفولوجية تاعو البدنية. محمد لما نزع القميص تشوف باللي لما كان في ميلان آسي ليس اللاعب اللي
اللي راهو في ريال مدريد. ريال مدريد محمد معروف أن اللاعب اللي يكون فيها لازم يطور نفسه، لازم يعمل كثير، لازم يعطي الإضافة الزائدة، لأنه لو ما تمتش هل الإضافة ستندم إسبانيا لأنها لم تهتم كثيرا بإبراهيم دياز وتركته للمغرب؟ اكيد ما عندهمش لاعب بمواصفات ابراهيم دياز. إذا ريال مدريد محق لما اتهم الاتحاد الإسباني بالتقصير في لانه ريال مدريد شوف معالجة الانديه ملف الاوروبيه إبراهيم تفضل ان يلعب لاعبوها ان يلعبوا في منتخبات اوروبيه على ان يلعبوا في منتخبات افريقيه وعربيه. هذا امر مفهوم، لانه لما تلعب مع ريال مدريد تلعب مع المنتخب الاسباني قيمتك الماليه ستكون اكبر بكثير من انك تلعب مع المنتخب الاسباني المغربي وتلعب مع نادي ريال في مدريد. كأس إفريقيا راح تفقد اللاعب مدة شهر. شهر كامل وشهر في فتره حساسه. الشهر يعني ربما الابرز والاخطر في الموسم تفقد فيه اللاعب. ولازم النادي يتعامل مع السفريات تاع اللاعب. أكيد. لو نعم. يسافر افريقيا راح يكون ميدو عنده جهد أريد أن وجهد. أعرف كيف سيتعامل ركراكي الآن مع قدوم لاعب بوزن إبراهيم دياز. هل سيعتمد عليه وسيضحي مثلا بزياش أم سيعتمد عليه في خط الوسط أم يعتمد عليه في خط الوسط. ما رأيك؟ لا خط الوسط. يريد قدام مشكل اغنياء، بروبليم دو ريش، يعني عنده بزاف لاعبين ثراء تعداد ويعرف المشكل اين سيضع كل هؤلاء اللاعبين. هذا شيء ايجابي، خاصه ان المنتخب يحضر، المنتخب يحضر كاس افريقيا 2025 راح يحتضنها هو. اعتقد بانه سيضعه ربما خلف المهاجم من اجل منح الفرصه اكثر للزياش على الجهه اليسرى او الجهه اليمنى، ولاعب اخر على الجهه اليسرى، ويوسف نصيري اكيد راح يكون هو قلب الهجوم، ويضع لاعبين تحته وناحي مع لاعب اخر في الاسترجاع. لذلك لكن امرابط ربما، لكن الشيء المؤكد هو انه سي ان بروبليم دو ريش كما قلت لك، مشكل اغنياء بالنسبه لوليد الكراكي، لانه لاعب ممتاز جدا ابراهيم دياز. نعم. جماهير ريال مدريد تتضامن مع جود بيلينغهام الذي تعرض لعقوبة مباراتين. هل كانت العقوبة عادلة أم ظالمة أمين؟ لما تشوف الهدف الذي ألغي العقوبة أكيد ظالمة، لأنه أي لاعب في مكان جود بيلينغهام يسجل في ذلك الظرف الحساس ذلك الهدف الثمين، ثم الحكم لا يحتسبه بعدما أطلق صافرة النهاية والكرة في طريقها نحو جود بيلينغهام. من حق جود بيلينغهام أن ينفعل بتلك الطريقة. الحكم ما كان عليه أن يقدم ذلك التقرير الأسود للرابطة الإسبانية، وحتى الرابطة الإسبانية كان عليها مراجعة ظروف البطاقة الحمراء التي نالها جود بيلينغهام من أجل ربما على الأقل تخفيف العقوبة إلى مباراة واحدة، ولكن هذا لم يحدث. نعم. أعطينا تصريح فينيسيوس وتصريح كارلو أنشيلوتي حتى نمر إلى نادي برشلونة. إذن فينيسيوس يقول، ميدو تفضل. أنشيلوتي دائما يريد مني دائما أن أساعد الفريق، وحين لا أكون على الطرف أدخل كمهاجم. بهذه الطريقة لا يمكن إيقافي من طرف المدافعين. كيفية المدافعون لا يعرفون. تما يعني لو بلاسمون تاكتيك ديالو واش يطلب منه أنشيلوتي هو ربما وكأنه هنا يريد أن يثبت بأنه الدور اللي يستعمله فيه أنشيلوتي هو ما يساعده على التألق أكثر، لأنه يبدأ على الجناح ثم بعدها يدخل العمق، لذلك يخلط حسابات المدربين والأندية. أعطينا تصريح أنشيلوتي تفضل. وهنا ما يشاركش من الناحية الدفاعية فينيسيوس، لما يدخل للوسط معناتها الظهير الأيمن تاع الفريق الخصم راح يخرجوا لوسط الميدان، ثم هنا راح يعطي قوة لفينيسيوس. ميدو. الدوري الإنجليزي هنالك فرق أكبر، لكن على مستوى التكتيك شغف أكبر ولا حدة أكبر، لكن على المستوى التكتيكي الدوري الإسباني وفرقه أفضل بكثير. نعم. هذا التصريح يبقى لا توافقه؟ لا أوافقه. لا، في الدوري الإنجليزي الدوري سريع. لما تشوف المباراة تاع البارح محمد، ما نظنش حتى لو تكون مباراة ريال مدريد ضد برشلونة ما راكش تشوف اندفاع بدني مثل اللي شفناه البارح، ما راكش تشوف كرة يعني نحو الأمام، ضغط عالي من فريق ليفربول. فريق مانشستر سيتي ينتظر فيه، لكن يروح عبر المرتدات، يروح عبر التحولات السريعة. بالنسبة لي محمد الدوري الإنجليزي ربما هو كان في إيفرتون. نعم. يعني فاز باللقب مع تشيلسي هذا، لكن كان في ايفرتون خدم في ايفرتون وخدم في تشيلسي، ما خدمش غير في ايفرتون. صح. هو مدرب كبير تكلمنا عليه أنشيلوتي، لكن انا بالنسبه لي الدوري الانجليزي اكثر شغف، اكثر اندفاع بدني، اهدافه اجمل من الدوري الاسباني. صح، الدوري الاسباني دوري تقني، دوري يعتمد على يعني قال نفس الكلام
لا لكن فضل قال هذا لك لا ما لكن- فضلش، هو قال لك تكتيكيا الدوري الاسباني احسن من الدوري الانجليزي، هذا ما كان. قال لك قال لك بدنيا ومن ناحيه الاندفاع البدني والحده. كيف لمقارنة الجوهرة إبراهيم دياز اللاعب المؤثر في فريق ريال مدريد الذي يحرز أهداف في النادي الملكي الذي يقدم مستوى خرافي وموسم خرافي بلاعب اسمه ياسين عدلي لا يعرفه أحد، لا يلعب مع فريق الميلان، لعب مباريات محدودة. فهذه مقارنة خاطئة من طرف الإعلام الجزائري مع كامل احترامي للمنتخب الجزائري. ياسين عدلي تكبر عن المنتخب الجزائري، ولكن المنتخب الجزائري ليس في كفة المنتخب المغربي، لأن المنتخب المغربي قدم مونديال خرافي في كأس العالم قطر ووصل إلى نصف نهائي وحقق مباريات مهمة، فاز على البرتغال وعلى إسبانيا وعلى بلجيكا وقدم مباريات خرافية أسطورية. فلا يجب مقارنة منتخب الجزائر بمنتخب المغرب كي نقارن قبول إبراهيم دياز المنتخب المغربي مع رفض ياسين عدلي للمنتخب الجزائري.